كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. لو حابين تعرفوا تفاصيل عن منعة الصواعق في دبلومة كونسلتير جوه كورس ديستريبيوشن، سواء حسابات أو التصميم بتاع منعة الصواعق بناء على الكود الأمريكي أو الكود الأوروبي، تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض عشان نعرف احنا بنقدم ايه كونسلتير بخصوص منعة الصواعق. يلا بينا نشوف الفيديو دوت. أول حاجة معانا هتبقى ازاي بنعمل منعة الصواعق بناء على الكود الامريكي ال NFPA. بنبدأ مع بعض بنحط الاير تيرمينال فوق الروف بناء على ال NFPA. بنعمل المش بتاعة ال NFPA، بنبين توصيلات المكن فوق الروف وازاي بنحط الاير تيرمينال فوق الروف. في كمان تفاصيل بتدعم الموضوع، التفاصيل بتدعم الاجزاء اللي هي البارزة اللي فوق السطح. عندنا ليجند محترم جدا قيم بيفصل كل حاجة فوق الروف هي عبارة عن ايه. بنحط نوتس مهمة. طبعا الكلام دوت بعد ما بنعمل الريسك اسسمنت وبنعرف بناء على ال NFPA طبعا بالحسابات المبنى بتاعنا محتاج منعة صواعق ولا لا. بعد كده بنعمل كوردينيشن ما بين الداون كوندكتور اللي بتنزل من فوق الروف اللي هي ديديكيتد لكل داون، بيبقى ليها ديديكيتد ايرث رود. وكمان زي ما قلت اي بروزات فوق السطح بنوزع ازاي عليها الاير تيرمينال، وازاي بخرج من المش بتاعه البروزات والغرف اللي فوق الروف، او لو عندي سلم ازاي بنزل واربط على المش اللي فوق الروف بناء على الكود الامريكي. دي كده اختصار سريع عن الموضوع. ببدأ معاكم زي ما انتم شايفين هنا ناحية الشمال. ببدأ معاكم من الأول من ازاي بنعمل المش، وبمشي معاكم واحدة واحدة لحد ما اوصل للشكل دوت كده بالظبط. طبعا الشغل بتاعنا ما بيخلوش عن ازاي اوصل لكم المعلومة بشكل 3D خلال الكورس. ما بيبقاش بس ان انا عمال بشرح في 2D وبس، الموضوع بيبقى مقفول على كده. لا، بنتخيل كل حاجة بنرسمها، الكوندكتور اللي طالع، الكوندكتور اللي نازل، المش ازاي بيتحرك على الارض، ازاي بيتحرك وسط المكن، ازاي بيبقى شكل تثبيت الاير تيرمينال فوق المكن اللي موجود فوق الروف. بنعمل جزء صغير كده زي ما قلنا، دي الاجزاء البارزة. بنعمل جزء صغير مع بعض، والجزء دوت بتبقوا قدرتوا تفهموا بقية الروف عامل ازاي. طبعا بنستخدم الرولينج سفير اللي هتبين لي ايه هي الاماكن اللي المفروض يكون فيها كوندكتور او المفروض يكون ليها حماية فوق الروف. بنستخدمها في جميع الاتجاهات بشكل عرضي او شكل طولي على الروف. تاني حاجة بقى ازاي هنشتغل الكلام ده في الكود البريطاني. برضو عندي التفاصيل المملة، عندي شكل المش بتاعة الكود البريطاني والكلاسات بتاعتها بتبقى ايه بناء برضو على الريسك اسسمنت اللي بيتعمل ببرنامج فيرس. وطبعا هو مختلف مضمونا وكليا عن تفاصيل منعة الصواعق اللي هي خاصة بال NFPA. وكمان عندي الليجند المميز للسيستم بتاع اللايتنينج بروتكشن بناء على الكود البريطاني. زي ما قلت لكم ان المثال بتاعنا مش هيخلو من التفاصيل. زي ما انتم شايفين عندنا هنا ده شكل الكوندكتور اللي بيبقى طالع وبيتربط على مكنه زي التشيلر في الروف، ده فيرتيكال كوندكتور. وبنيجي هنا ناحيه الشمال اهوت مبينين شكل الربط عامل ازاي بالتفصيل زي ما هو موضح قدامكم. كمان بنبين هنا شكل الربط على المراوح، دي المروحة. وبنيجي هنا بنشوف شكل الربط من تحت ازاي في الشاسيه بتاع المروحة، ودوت الهوريزونتال كوندكتور اللي ماشي على الروف. ازاي بخرج منه بالفليكسيبل كونكشن ديت وبوصل لجسم المكنة عشان أأمن قصة البوندنج اللي على الروف. برضو هنا بنستخدم نظرية ال 3D عشان نبين شكل الكوندكتور المش اللي بتتحرك على أرضية الروف، والكوندكتور اللي بيطلع معايا علشان البروتروجن والأجزاء البارزة فوق الروف.
وهو دايما معروف السيستم البريطاني ما بيبقاش فيه اير تيرمينال كتير، لكن بيبقى فيه مش كوندكتور كتير. وطبعا المش دي بيحصل ليها بوندنج على كل الاكويبمنت، ودي برضو توضيح 3D انا بعمله معاكم جوه الكورس. هو دي طبعا صورة، لكن انا بعمله معاكم واحدة واحدة عشان تبقى فاهم كويس قوي ان اللي انت بتحطه على 2D دوت ومتخيله هو بيتحرك ازاي سواء طلوع او نزول. بنشوف تفاصيل كتير للداون كوندكتور، سواء هننزل في التسليح او هننزل اكسبوزد لجسم المبنى، وازاي بخرج من الكوندكتور اللي على الروف واوصل لحديد التسليح، او اخرج من الكوندكتور اللي على الروف واوصل للاكسبوزد تيب بتاع الداون كوندكتور اللي على اللي على واجهة المبنى. برضو من ضمن ببين السيناريوهات كاملة ايه هو شكل الداون كوندكتور، وازاي انا باخده وانزل بيه على ابيار خاصة او على كونكشن خاص ليه لكل داون كوندكتور على شبكة الارضي. وكمان ببين التست لينك وبنبين تفاصيل الكلام دوت طبعا بوضوح. برضو عندي نظرية الرولينج سفير عشان ابين ايه هي الاماكن اللي المفروض هتلمسها الكرة بناء على الكلاس اللي خارج مننا من الريسك اسسمنت بتاع اللايتنج بروتكشن. بنحدد الراديوس بتاع السفير اللي هو هيتدحرج على المبنى مرة تحت، مرة في النص، مرة فوق، وبعد كده بمسك برضو اقسم 3 بالطول بالمنظر ده. عندي برضو سيكشن زي دوت للمبنى ببين عليه المكن، وببين ازاي بشوف من الجنب الكرة وهي بتتدحرج عشان تطمني ايه هي الاجزاء البارزة من المبنى اللي هتلمسها الكرة عشان يبقى مفروض ليها الحماية. وبرضو عندنا هنا بنعمل 3D مخصوص بنشرح فيه الاير تيرمينال بتاعتنا اللي هي بتاخد شكل كون. والكون ده المفروض ان هو بيبقى عامل زي كفرج اريا. المفروض اطمن ان الكفرج اريا او الجسم بتاع الكون ده بيغطي الاكويبمنت اللي فوق الروف، وكل ما يغطيش جزء معين بحتاج ان انا اعمل زون تانية او اضيف واحد تاني يكفر زون تانية. ده طبعا كله بنتكلم على الكود البريطاني. بنرسم مع بعض المكن اللي فوق السطح بأبعاده تقريبيا، وبعلمكم ازاي ترسموه كل دوت جوه الاوتوكاد، وازاي بتجيبوا ال 3 دي بتاعه. وبعد كده بنرسم الكون دوت 3 دي جوه الاوتوكاد، وبنبدأ نحركه في ال 2 دي. هنتعلم برضو ازاي يبقى عندي الشاشة مقسومة نصين، على الشمال في هنا ال 2 دي وعلى اليمين في ال 3 دي، وازاي انا لو هتشوفوا ازاي كل ما بحرك الحاجة في ال 2 دي بتتحرك معايا في ال 3 دي، فببقى ضامن الكفرج شكله عامل ازاي بالظبط. وطبعا هشوف لو في جزء من المعدة اللي فوق الروف منور او مش متغطي تحت الكفرج بتاع الكون، يبقى محتاج ان احنا نوظفه بشكل معين بحيث ان هو يبقى كفرد. حاجة زي دي مثلا انا عندي الجزء دوت الكون مش مغطي الجزء ده، مغطي الجزء اللي هو ده بالماجنتا، والجزء اللي هو الشيد دوت ده مش متغطي، فده ادعى ان هو يخليني ابدا احرك ايه ال 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 ابدا احرك اهو ابدا احرك ال 3 دي بتاعي بالمنظر دوت. ابدا احرك ال 3 دي بالمنظر ده، هو ده اهو يحرك الدنيا علشان خاطر نعمل الكفرج اللازم على الروف. طبعا احنا متوصيين بالجزء التكنيكال كويس جدا، وبنتكلم على ال NFPA بتفاصيله، بنتكلم على الحسابات بتاعت البريتش، بنتكلم على تفاصيل مملة جوه الأكواد عشان تبقى مكفر كل حاجة ومغطيها. بنتكلم على أصل الحسابات جت فين في البريتش وأصل الحسابات، وبنبدأ نشتغل على برنامج فيرس ونشوف إزاي هنحدد القيمة بتاعتنا بتاعت اللايتنج بروتكشن وبقية القيم اللي بتتحط جوه البرنامج فيرس. تمام، تفاصيل مملة مع بعض بنعيشها جوه دبلومة كونسلتير. برضو في برامج تانية هنشتغل بيها غير برنامج فيرس، برامج مجانية في اكسل. بعد كده بنخش على NFPA سواء اكسل او برامج اونلاين.
عندنا برضو تاني استعراض سريع، انا بستعرض بسرعة شكل وربط الداون كوندكتور وتفاصيل مملة من السبلاير وتوصيات مهمة، وبرضو شرح التفاصيل تاني. بنتكلم على اشكال تاني برضو الاكسبوزد للداون كوندكتور. بنتكلم على شكل الداون كوندكتور في ال FBA. زي ما قلنا بنتكلم على الاير تيرمينال بارتفاعاتها والكفرج انجل بتاعتها اللي هي الانجل ميثود، ودي امثله هي عشان موضوع البروتكشن انجل، وازاي الايدج بتاعتك في اللايتنينج بروتكشن في ال NFPA يكون بعد الاير تيرمينال اللي موجوده على الايدج قد ايه من الايدج. الرولينج سفير، عندنا فيديو بيوضح الرولينج سفير بجميع اتجاهاته. برضو من ضمن نظرية الرولينج سفير ايه الاماكن اللي على الروف اللي هتحتاج لما الكرة تتحرك كده، ايه الاماكن اللي هتحتاج في النهاية انك تحدد هتعمل لها منعة صواعق وتحط لها اير تيرمينال ومش كوندكتور ولا لا. اللوكيشن بتاع الاير تيرمينال على الروف في ال NFPA. كل دي حاجات بنتعلمها، وفي النهاية بنخش نطبق كل الكلام دوت جوه الاوتوكاد. ودي برضو بالمناسبة المش بتاعة ال NFPA مختلفة تماما على وده مثال حي اهوت من سبلاير عامل روف كامل بال NFPA. بنشوف شكل البوندنج لصور كتير سواء في امريكا او في اوروبا، سواء بعمل بوندنج مروحه لوحدها او مجموعه مراوح وباخدها على هوريزونتال كوندكتور، وتفاصيل تانية كتير واكزامبل من الاي اي سي. ودي كده كانت بريف سريع. وطبعا هنا الديستانس قد ايه لو في شخص وفي كوندكتور نازل داون كوندكتور، فازاي احدد السيف، عشان لو المكان ده مش سيف بضطر انزل الداون كوندكتور من مكان تاني غير المكان ده. وبرضو بنتكلم لو عندي مباني عالية ازاي اعمل لها مش كوندكتور. المش ما بيبقاش بس على الروف، بيبقى على السايد بتاع المبنى زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت، والجزء اللي تحت مبقاش فيه مش. يعني المباني العالية بتاعتنا بيبقى فيها نسبة مثلا 20% بيبقى فيها مش، و80% بتبقى داون كوندكتور عالي. وده اكزامبل برضو على المباني العالية، وبنتكلم على كل دوت بالتفصيل. دي كانت بريف سريع عن المحتوى بتاع اللايتنينج بروتكشن في دبلومة كونسلتير كورس ديستريبيوشن. دي محاضرة واحدة من كورس ديستريبيوشن. النهاردة اتكلمنا على اللايتنينج بروتكشن، هنتكلم بعد كده على الارسنج، وهنتكلم على السنجل لاين دياجرام في حلقة لوحدها، وهنتكلم على كل المحتوى بتاع دبلومة كونسلتير في الديستريبيوشن في جميع المحاضرات والتاسكس اللي هي مطلوبة من المهندس في التصميم، مش بس كمهندس مبتدئ على الإطلاق، ده مهندس قديم عايز تحترف التصميم. تقدر تعتمد على كونسرتير بإذن الله وتحقق أهدافك في التصميم وانت مرتاح. الشغل التعب عليه كتير، قعدت فيه سنين، وبقدمه لكم على طبق من فضة، واتمنى اللي هيشترك معايا في الدبلومة يتبسط. والسلام عليكم.